حبايبتي تميمي، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تميم الجديدة. الفنان أشرف عبد الغفور ووفاته في حادثة. رحل الفنان أشرف عبد الغفور عن عالمنا وعمره 81 سنة في حادث تصادم. هو الله يرحمه كان مسافر مع زوجته بالعربية الخاصة بيه، وجت عربية من الخلف واصطدمت عربية الفنان أشرف عبد الغفور على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في نهاية الطريق الدائري باتجاه مدينة 6 أكتوبر وهم أعلى الكوب. حصل التصادم ونقلوهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتوفى الفنان أشرف عبد الغفور ونجت زوجته. وأشرف عبد الغفور مواليد 22 يونيو سنة 42، هو من مدينة المحلة الكبرى، وهو نقيب الممثلين سابقا. واشتهر أشرف عبد الغفور بأدواره في المسلسلات التاريخية، وكان حصل على المعهد العالي للسينما قسم التمثيل، وأول عمل ليه في مسرحية جولفيدان هانم، وأول عمل سينمائي في فيلم القاهرة 30 بطولة الفنانة سعاد حسني. ومن فترة نشرت الفنانة إلهام عبد الغفور بنت الفنان أشرف عبد الغفور صورة تذكارية ليهم، وكانت بتعبر عن حبها لوالدها ووصفته بالجنتلمان وهم كانوا في المصيف. والفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة، وعمل أعمال دينية وتاريخية، وأول أعماله النجومية من خلال شاشة التلفزيون، وكان من بدايات التلفزيون، وكانت في بطولة مسلسل القاهرة والناس، واستمر عنده 5 سنين، وهو من نجوم المسرح القومي، وليه أعمال مهمة في المسرح وجولفيدان هانم ووطني عكا والنار والزيتون، ودي كلها أعمال قديمة. هو كان لسه صغير خالص في شبابه، واشتغل في السينما أدوار صغيرة، وبعدين بدأ بطولة تانية، وبعدها رجع للتلفزيون وعمل مسلسلات زي الرحايا مع الفنان نور الشريف، ومسلسل حسابي مع الأيام، وعمر عبد العزيز، وزيزانيا، وزهرة الجبل، وجبل الحلال، وشيخ العرب همام مع الفنان يحيى الفخراني وصابرين، والقاهرة والناس، وفارس بلا جواد مع الفنان محمد صبحي، وحضرة المتهم أبي مع الفنان نور الشريف، ويتربى في عزه مع الفنان يحيى الفخراني، وكتير من الأعمال الفنية. وليه أعمال متميزة في الأفلام زي شاطئ المرح والشيطان وبيت الطالبات ورجال في مصيدة وصوت الحب والشوارع الخلفية. ونصيحتي ليكم حبايبي، دعوتنا ليه بالرحمة، وربنا يلهم أسرته الصبر والسلوان. وإن عجبكم الفيديو حبايبي، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاية ونصايح تتميم الجديدة.